السلام عليكم. قبل أيام المغني لطفي دوبلكانو نزل أغنية جديدة، وكان هذا بعد غياب دام تقريبا 7 سنوات، وكانت آخر أغانيه في عام 2016 على ما أظن. نفس المعاناة نفس الأحداث، على ديك نتحداك باللي السعيدة وسراك يحداد كلش عادات كلهم ضف صايد ناسك العالمة في تساير والصايد. كيفاه بدا لطفي وكيفاه وصل للقمة وكيفاه عاود سقط منها سقوط حر. لطفي بدا الراب عام 1997 وكون فرقة مع صديقه وهاب، وكان اسم الفرقة دوبلكانو، وخرجوا أول ألبوم وكان اسمه بيربات، ولكن الألبوم ما نجحش. من وراها خرجوا ألبوم تاني وكان اسمه كاميكاز. لولادي قاعدة تدوخ معقار، لولادي تعبي الراس بالأطراق والأرطان. كاميكاز لولادي قاعدة تدوخ معقار، لولادي تعبي الراس بالأطراق والأرطان. لولاد حارب دركا كيف حبها الديرة، وتخلطت في البلاد وراها الشر وراها الخيرة. اللي يشوف يقول راح العمر وليامات باطلة ولولاد غير. وهنا بدأت الناس تسمع باسم دوبلكانو كفرقة راب جديدة بدأت تظهر على الساحة الفنية في الجزائر، وإلا كان الراب مقتصر على العاصمة، وإن كانت أسماء كبيرة وفرق عريقة في الراب كانت هي اللي مسيطرة. نذكر منها أنتيك، أنبياس، وحما بويز. في البداية كانت فرقة دوبلكانو تعالج مواضيع اجتماعية مثل البطالة والإرهاب، سياسة الدولة إلى آخره. كانت الفرقة مشهورة في الشرق الجزائري وخاصة في مدينتهم اللي عاشوا وتربوا فيها، عنابة. من وراء النجاح اللي حقوا ألبومهم الأول كاميكاز، زادوا خرجوا تاني ألبوم لهم وكان اسمه كانيبال. كانيبال جيب الباربال، دوبلكانو كيما كان في الراب ولاو دي باربار. كانيبال جيب الباربال، دوبلكانو كيما كان في الراب ولاو دي باربار. دوبلكانو في لاغير ديما كيما الكوموندون، ديكتي عليك لي بارول كيما لي دي كوموندمون. جامي ننسى الدم اللي كان يسيل فيه هيبون. حكوا فيها على مواضيع مختلفة، منها سياسية ومنها اجتماعية. غنوا حتى على الفريق المحلي تاع عنابة في أغنية ولاد سيدي إبراهيم، وغناها وهاب سولو. الدنيا ضلمة واسمع مسحبة، الولاد قاعدة تقرب بيني معولين على الكحلة، والريحة تاع الموت فلوطي الفوق اليوم باينة كاينة حرب، ما كانش ماتش فوت الحوانة تشوفها قافلة، طريق فارغة طريق صافية. من وراء كانيبال خرجوا ألبوم ثالث وكان اسمه كونداني، وأول مرة يجربوا الصوت الأنثوي كنوع من التغيير في نمط أغانيهم السابقة. وكانت أغنية نبقى في ألجيريا أو تبقى بلادي ألجيريا، وكان الرفرن تاعها بصوت أنثوي. وزادوا لأول مرة دخلوا معاه سكراتش حقيقي كان يضيف نكهة خاصة لأغاني الراب في هذاك الوقت. غير الصح يدور أنا اليوم نقول بعد ما خرج الألبوم هذا مباشرة ولسبب مش معروف لحد الآن وقع الانفصال في الفرقة، وكل من لطفي وهاب خرج ألبوم سولو خاص به. وهاب خرج أول ألبوم سولو كان اسمه سوليتير، وكان يحكي فيها على الانفصال اللي صار بينه وبين لطفي، ولكن ما حكاش على السبب الحقيقي، بصح كان يمعني باللي الوحدة خير من أصحاب الخاينين. سوليتير تبقى ديما بقدرك. سوليتير الناس كلها بكا، سوليتير تبقى ديما بقدرك. سوليتير واحد ما يكسر لك راسك مادام زمان يدوروا عليك صحابك. سوليتير الناس كلها بكا، سوليتير تبقى ديما بقدرك. سوليتير واحد ما يكسر لك راسك مادام زمان يدوروا عليك صحابك. عينيهم ما ترحمش بالخزرة ياكلوك يحزدوك. في المقابل لطفي تاني كمل وحده وخرج ألبوم لا كامورا.
كلش بين يداها تحكم في الموند وزيد شي ما يعدي عليها، اللي يغلط تفاصيه تقص تنحي له راسو، ميم العصيه والمصاب قدامها فارسو. المهم كانت هذه مجرد مقدمة باش نتعرفوا على مسيرة الجروب، كيفاه بداو وكيفاه تفرقوا. احنا اللي يهمنا في القصة هذه هو لطفي، كيفاه وصل للقمة وكيفاه عاود نزل منها. لطفي بدا متعرف بالأغاني الجنسية، نعم كما سمعت الأغاني الجنسية، يعني كان يغني على البنات بطريقة فاضحة بحجة أنه يعالج مواضيع موجودة في المجتمع. لأول مرة واحد يتجرأ ويحكي على مواضيع كما هذه، بحكم أن المجتمع الجزائري معروف عليه أنه محافظ، وكل أغاني اللي كانوا يحكيوا على الأمور هذه كان لطفي اللي يغنيهم، ووهاب جام يغنى عليهم. وأنا نشوف باللي وهاب ما كانش راضي على هدو الأغاني، وأنا نظن هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاهم يتفارقوا. باختصار كلام لطفي وأغانيه كان مثلهم مثل الرايت على الملاهي، ما تقدرش تسمعه في الدار مع خوتك ووالديك، لأنه كان معمر بالإيحاءات الجنسية. ونحير انا في الشتاء كيما تلبس جد منيح، في الصيف سخانه وهي تدور بفيزو مسيري، والريحه غير شانيل كشغل انا ينشمها، وشعاها عاد مسبوب من قاش ادير في خشمها، تروح تدور في البولفار في الليل كيما نهار، وتحكب بالسهره في لاغونا تحت الفنار. هادي يا بلادي على 12 تاع الليله يبرونشي لا بريزا، كي تزيد تحط قران هو يحط كانال ابليس، ويكره لي فيلم تاع الرعب وتاع الدراما، ويحب اللوف ستوري غير العشق والغرامه، ويهيجا داك تفوق في لاسيس نهار الحده، كي تفضل كلتور بيبه يولي يترعده، كي يجي الكاري روجه تقول ضرب الرعده، ونص ساعه من بعد لا تيلي قريب يعدى، كي يروحوا لبعيده وفي التليفيريك ويغطيو بالجورنال، هادي ليا هادي ليك ولي كوبل في الشابي بالصفا والمروه، بالدراري بالبنات ما بقاوش يستر العوره، والبنات تاع الملاهي وجهها تقول لي فيزيتور، وتوقف في البولفار وتعيط كيما الرسوفور، شكون اللي يركب نتفاهموا في الخلاصه، وحصر بركه مليحه ما زالت كاينه بلاصه. لطيف على الجنس اللطيف ملي عادوا في التيلي يحكيو على البريزرفاتيف، ولاو الولاد الصغار ما يلعبوش بالتربولات، لي ولا روميو لي ولا يفركت على جوليات، محمود نسيم في رمضان امامه كي جينا الفطار ما تجيبي بوسه يا شريهان، خطك عم بالي في صغرها سفرات كيما عبد الحليم كان يعوم في الزيقاوات، يخرج معاها شرالها الكوكا كولا، مسكين ناقص حنان رضع من البيبرونا، همولا كان على اللبسه تاع البنات ماذا بينا، معليش كل شي بان خلي نشلو عينينا، كي نشوفها في الليله كي تمشي وتميله، سورتو كي تبدا تزعبل تشطح كيما روجي ميلا، ونحب الوز سورتو تاع تيزي وز زي الامازيغي ملي شفتو قلبي حبس، صحابك اللي معاك تحسابيهم يحبوك، يشوفوا فيك بقرة يستناو به يحلبوك، انت يا طرية حلوة انت يا قاطو، وهما دي فامبير اللي حابين غير يعرضوا، حكاولي عليك صاي جابولي دوسي، شافوك لابسة شورت قصير كي تاع مرسلية، ديما مقلقة كي تعودي محرقة، عالصوار تجري اكثر من حاسبة بالمرقة، لكن ما تمنينيش روحي فونسي، البسي دو بياس في البحر وقعدي برونزي، دركا تشوفي عيطولك لا بلو بالا، سورتو كي المايو يدبل ومن بعد كل شي بان تولي ترونسبارون، كيف الكزاز كيف القرعة ما تكوني باشعة، بالسيف يشوفوك روعة، ولا كان هذا كل ما فهمتيش لما نقول لك انا وعلاه، خافك انت يا بابا لي ولا يموت عليك، لي ولا قاعد يراقب فيك، خافك انت يا بابا لي ولا يموت عليك، لي ولا قاعد يراقب فيك، صحاباتها قالوا لها ما ديري شايرو بيك، البسي فيزو درك كل يدورو بيك، يجيوك يعيطولك انتي هي مو عينينا، الحمادة كل عشانها فاد الليلة، يقولولك انتي هي واحدة اخرى ما كانش، مام في العبابسة قدامك ما تبانش، ديما يحكمها كيما الدجاجة يريشها، ومن بعد كي يشبع يرماها ويطيشها، ولا كان ما فهمتيش هذا كل ما نقول لك انا وعلاه. ومن بعد كي شاف روحه ولا معروف أمضى عقد مع إديسيون دنيا في حسين داي، وشرت كل أغانيه مدى الحياة بعقد غير محدد المدة. دورها الدين وهو من أصحاب الدين في القلب مش في اللحية والقميص، ولا يدير حصص دينية واجتماعية، يعني الجيل الجديد اللي ما يعرفش البدايات تاع لطفي يقول إنه إنسان متخلق ومتدين، لكن هو في الحقيقة العكس تماما، وما كانش فرق بينه وبين واحد كيما ديدين كلاش ولا غيره من المغنيين الجدد اللي يطيحوا في الكلام في أغانيهم. حتى لطفي كان يطيح في الكلام ولكن بطريقة واحدة أخرى. حتى في يوم من الأيام بوتفليقة كرم لطفي ولا محبب عند السلطة، ولاو يعرضوه ويجيبوه المهرجانات، تم لطفي بدل اللهجة ولا يغني على مواضيع اجتماعية وبعد خلاص على السياسة.
وكي حبسوا عليه المهرجانات عاود رجع يكريتيكي الدولة في الأغنية تاع سلال والسلطة حقارة، وزادوا منعوه من دخول الجزائر. ومن بعد اختو مرضت ودخلت للسبيطار وتوفات ربي يرحمها، ومن تما ولا ناقم مع السلطة وحملهم مسؤولية وفاة الأخت تاعو واتهمهم بالتسيب وانعدام المسؤولية، وحتى الجنازة تاع باباه ما حضرهاش لأنه كان ممنوع من دخول الجزائر. من بعد ولا مقدم برامج في قناة المغاربية، وهي قناة معارضة تبث من لندن ومتهمة بتدعيم الإرهاب ومدعمة من طرف المخزن، ولا يكريتيكي كل ما هو جزائري يعني، ولا كيفو كيما أمير ديزاد، أمير المصدع وزيتوت وطهاري، كل هادوك الخونة. باختصار لطفي ولا خاين لوطنه من أجل الأموال. واللي أكد كلامي أغنيته الأخيرة اللي يحكي فيها على سليمان عازم، راب فيه اسم سليمان عازم والشيخ أبو مازن، الراب تاعي ديما كريا ويمجدو، وهو يعتبر حركي ومؤلف نشيد الحركة. والجبهة حكمت عليهم بالإعدام هو واثنين من خوته، وهربوا لفرنسا وماتوا تم. كان سليمان عازم من المعارضين لاستقلال الجزائر من فرنسا، وكان من المؤيدين لبقاء فرنسا في الجزائر. وفي النهاية نستنتج بلي لطفي خاين وحركي، لطفي دوبلكانو إلى مزبلة التاريخ.